بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الاهلاويه، انا لسه مش مستوعب ازاي مشينا ده ورحنا جبنا ده. والله العظيم انا مش مستوعب. ما اعرفش الاداره كانت بتفكر ازاي. اداره التعاقدات ومجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط كانت بتفكر ازاي لما مشيت القندوسي وراحت جابت لنا واحد مخلص كوره. راحت جابت لنا واحد عنده 35 سنه وبقاله 6 شهور ما لمسش كوره. كلنا شفناه في ماتش امبارح كان عامل ازاي، مش عارف يشوط الكوره، مش عارف يستلم، حاجه مخلصه كوره يعني. فانا بطلب طلب بس من اداره التعاقدات، انتوا خدتوا كام من ورا الصفقه دي؟ خدتوا سمساره من ورا الصفقه دي قد ايه؟ هترجعونا زي مرتضى منصور وعيال؟ والله العظيم انتوا كده بتعملوا كده. خدتوا قد ايه من ورا الصفقه دي؟ اداره النادي الاهلي، اداره التخطيط واداره التعاقدات مش عارفه تجيب مهاجم كويس للنادي الاهلي. اذا كان بلديه المحله لسه طالعه من درجه تانية عندها مهاجم طاير في الدنيا. ومش بس كده، غزل المحله اللي بيلعب في الدرجه التانية دلوقتي عنده مهاجم تحت السن قسما بالله بيطلع نار من بقه. وفي مهاجمين في الدوري الدرجه التانية افضل بكتير من المهاجمين في الدوري الممتاز. اداره النادي الاهلي على بعضها مش عارفه تجيب مهاجم. طيب قلنا الفلوس عاليه، قسما بالله الفرقه دي بتروح تجيب لعيبه بفلوس ببلاش. انت بقى مش عارف تجيب مهاجم ليه بقى؟ عشان عندك اداره تعاقدات فاشله، عشان عندك اداره تخطيط فاشله. النادي الاهلي اللي معاه فلوس اكبر خزينه في افريقيا مش عارف يجيب مهاجم كويس. هنجيب مهاجم كويس امتى بقى؟ لما تطقونا، لما يجي لنا جلطه من المهاجمين. بس كده، يلا سلام.